النهاردة هنتكلم عن لغز محير الناس كلها. هو ليه الراجل بيحب بطريقة والست بتحب بطريقة تانية خالص؟ ليه دايما بنسمع جملة انت مش فاهمني او جملة انت مكبرة الموضوع؟ الحقيقة ان مخ الراجل متركب بطريقة ومخ الست بطريقة تانية خالص، وفهمكم للفرق ده هو اللي هيخليكوا تعرفوا تعيشوا في سلام وتعرفوا تكسبوا قلب بعض بذكاء. أول محطة هنتكلم فيها هي حب العين وحب الودان. أيوة، حب الودان زي ما سمعتوا كده. بيقولوا دايما إن الراجل بيحب بعينه والست بتحب بودانها، والكلام ده حقيقي جدا في علم النفس. الراجل الانطباع الأول البصري عنه مهم جدا، ومحتاج يشوف اهتمامك بنفسك وبجمالك عشان يفضل منجذب ليكي. لكن الست محتاجة تسمع، محتاجة كلمة حلوة، تقدير واحتواء بالكلام. الحب عند الست بيبدأ من الودن وبيوصل للقلب، وعشان كده الكلمة القاسية بتهدها والكلمة الحلوة بتبنيها. لو جينا للمحطة التانية، الراجل صياد والمرأة سكن. الراجل في الحب طبيعته صياد، بيحب السعي والوصول للحاجة الصعبة، ولما بيوصل بيحس بالإنجاز. لكن المشكلة إنه لما بيضمن الوجود بيبدأ يهدى ويركز في مجالات تانية زي الشغل. الست بقى طبيعتها سكن واستقرار، بالنسبة ليها الحب هو الأمان المستمر. هي عايزة تحس إن الاهتمام بتاع أول يوم هو بتاع كل يوم، ومن هنا بتبدأ الخناقة. هي شايفة إنه اتغير وهو شايف إنها بتزن. المحطة التالتة، التعبير عن الحب فيه أفعال وفيه مشاعر. الراجل بيعبر عن حبه بالأفعال، لما بيصلح حاجة في البيت أو بيسعى في الرزق عشان يأمن حياتكم، ده في نظره قمة الحب. هو بيقولك أنا بحبك من خلال تعبه. أما الست فالتعبير عندها بالمشاعر والتفاصيل. هي بتفتكر تواريخ الميلاد وبتهتم بيك لما تتعب، وبتحب تقعد تحكي وتفضفض. هي عايزة منه وقت مش بس مجهود، وهو عايز منها تقدير لمجهوده اللي بيعمله. المحطة الرابعة، وقت الأزمات. في حاجة اسمها الكهف وفي حاجة اسمها الفضفضة. لما الراجل بيقع في مشكلة بيدخل الكهف بتاعه، بيسكت ويفضل يفكر لوحده ومش عايز حد يكلمه. الست بتفهم ده إنه تجاهل أو ما بقاش يحبها، فبتروح تضغط عليه عشان يحكي وهو ينفجر. الحقيقة إن الست وقت الأزمة محتاجة تتكلم وتفرغ شحنتها عشان ترتاح. لو فهمنا إن الراجل محتاج سكون والست محتاجة كلام، نص مشاكلنا هتتحل. المحطة الخامسة، مفهوم الأمان والغيرة. الأمان عند الست هو إنها تكون رقم واحد في حياة الراجل ومحدش يشاركها فيه. الغيرة عندها خوف على مكانتها، لكن الأمان عند الراجل هو إنه يحس بالثقة والتقدير. الغيرة عنده هي حب تملك وحماية لمنطقته الخاصة. الراجل بيضعف قدام الست اللي بتقدره، والست بتحب الراجل اللي يطمنها. في النهاية يا جماعة، مفيش طرف أحسن من طرف، إحنا بس مختلفين عشان نكمل بعض. الراجل محتاج يتعلم لغة الكلام والحنية، والست محتاجة تتعلم لغة التقدير والمساحة. قولولي في التعليقات إيه أكتر حاجة بتجننك في طريقة حب الطرف التاني، وهل حسيت قبل كده إنكم بتتكلموا لغتين مختلفتين؟ أنا سيلا، ودي قناتكم علم نفس الحياة. شكرا.